ديال الحلاوه، ولكن هذا ما كيمنعناش اننا نشرملو ونديروا له شرموله من الداخل اللي غادي تلددو. تنختاروا حوت اللي الهبره ديالو بيضاء يمشي هكذا في الطاجين، اما ناخذوا الباجو اولا ناخذوا الدرعي، ولا حتى الا ما كانش عندنا الباجو والدرعي كيمكن لينا نديروا الحوت ديال الاسيغار اللي هو يا السنور. حوت اللي تكون الهبره ديالته بيضاء وصافي باش يلاه كيجي المذاق ديالو غادي على الطيبه ديال الطماطيشه وديال البصله، بحال غادي نديروا طاجين مقفول غير هو وكان غادي يكون بالحوت. بالنسبه للمكونات اللي غادي نستعملوا، عندنا عويدات ديال القزبر غادي نديروهم بالداخل ديال الحوته باش يطلقوا لنا الطيبه ديالهم والبنه ديالهم في الحوت. عندنا السمن مع شويه ديال القرفه عواد، شويه ديال الثومه مدقوقه، الملحه، سكينجبير، شويه ديال الخرقوم، الابزار والثومه دروس هكذا حتى هي غادي ترمى في قلب الطاجين مع البصله ومع المطيشه. البصله والمطيشه كنكونوا هكذا مفلكينهم باش يلاه كيجيو من الفوق ومن التحت ديال الحوته. وعاد عندنا شويه ديال السكر سنيده تنغبروا به في التالي ملي كيطيب الطاجين وكندخلوه للفران باش يلاه كيتحمر من الفوق. هذا كيبقى اختياري بحسب الا بغينا. فبالنسبه للطريقه ديال التحضير ديال الطاجين، بالاول خاصنا نرقدوه، نديروا له الشرموله اللي غادي تكون فيها شويه السمن كيف ما قلنا وشويه ديال الملحه مع الثومه، الخرقوم، الابزار، السكينجبير، كندهنوا بها الداخل ديال الحوته ونفلحوها وندخلوا ليها شي شويه في الهبره ديالها باش تجي مبننه. فكنديروا شويه ديال الثومه، تقريبا واحد المعلقه ديال الكريمه ديال الثومه من الاحسن باش ما تجيش طالقه الجهد بزاف وتغلب على الطيبه ديال الهبره ديال الحوت. معلقه ديال السمن اولا الزبده، ولكن هو السمن كيجي مع هاد الوصفه هذه ويجي مع الحوت حيت هو تيجي على الطيبه ديال الحلاوه بحال الا غادي نطيبوه غير بالبصله والزبيب، ولكن الميتشه تتحمض شي شويه هاد الوصفه وتتعطيها طيبه مزيانه. نديروا شويه تاع الخرقوم، سكينجبير، الملحه وشويه ديال البزار. غندلكو هاد السمن مع لقامه تولي عندنا واحد الكريمه ندهنوا بها الكرش ديال الحوته والهبره من الداخل، نفلحو وندهنوا من برا. صافي كندهنوها هكذا وغادي نديروا لها غادي ننزلوها في الطاجين. فنفرشوا في الاول نديروا شويه ديال الزيت بحسب اللي بغينا نديروا زيت البلديه كنديروا زيت البلديه. غادي نفرشوا عويدات غلاض ديال القزبر بالتحت، وغادي نخليو شي شويه العواد غادي نستعملوهم مع الحوته في الداخل ديالها. صافي ونفرشوا البصله كنحاولوا اننا نفلكوها لا هي ولا مطيشه رقيقه باش يلاه تدبال دغيا وطيب والحوت ما يفوتش في الطياب ديالو حتى هو. ولكن هنا حيت غادي يكون ما بين البصله وما بين المطيشه فما كيجي شي ناشف، كيبقى فيه داك المفزق، كيبقى مبلل وكتبقى الهبره ديالو فتيه. نعملوا جوج دريسات ديال الثومه ولا غير دريس واحد كنقسموه على جوج كنديروه في قلب الطاجين. غادي نعملوا واحد شويه المطيشه فوق من البصله، نفرشوا غير تبقى خفيفه هكذا ونغطيو من بعد بالشي اللي بقى. نجي نغطيو الحوته بالبصله تيجي يعني مختلف على الطيبه اللي تنعرفوا ديال الطاجين مشرمل، وعاد حتى على الطيبه ديال الطاجين اللي كنديروا كيكون بالبصله والزبيب، هذا كيجي مغاير على الطيبه ديالو كيف ما قلت، لان مطيشه كتعطي واحد الطيبه د الحموضه لذيذه. نعملوا شويه القرفه عويدات هكا في الجناب ديال الطاجين، ومن بعد غادي نخلطوا واحد شويه ديال العطريه اللي غادي نديروا شويه ديال الخرقوم، ولا الا بغينا كاع نخليوها غير هكذا كنخليوها هكذا
كنديروا له الملحه وصافي ونكتفيو بالملح مع شويه ديال البزار. يحتاج شويه ديال الماء، واحد المعلقه اللي كيف ما قلنا غادي نديروا معاها شويه ديال العطريه وغادي نفرغوها نصبوها فوق من الحوته. نص كاس الماء، نديروا الملحه، سكينجبير، شويه الخرقوم والابزار. حتى داك السمن كنكرطوه هكذا باش يطلق البنه ديالو في البصله وفي المطيشه. غادي نغطيو عليه، نقصوا العافيه، نخليوه كيطيب غير على المهل. ملي كيطيب الطاجين وكطيب الحوته تنرشوا عليه شويه ديال السكر سنيده من الفوق وتندخلوه للفران باش كيتحمر من الجهه الفوقانيه. ناخذوا المقادير ديال الطاجين تاع الباجو اللي وجدنا كيف ما شفتيو معايا بالبصله والمطيشه والزبيب، وغادي نعاودوا نتلاقاو باش غادي نديروا دي بينيي. دائما داخل فيهم شي حاجه من البحر، غادي نديروا دي بينيي بالكروفيت مع البطاطا والشوفله.